اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل الكفتة بالصلصة المطبوخة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة عندنا كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليه بصلتين مبشورين، والتوابل عندنا معلقة ملح متوسطة، وعندنا نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة بهارات لحم، وممكن رشة قرفة للي يحب. وبعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا على اللحمة والبصل، ونبتدي نخلطهم مع بعض كويس بالشكل ده، ونسيب اللحمة ترتاح حوالي نص ساعة. وهنبتدي نكور اللحمة بالشكل ده، ممكن نعملها طويلة او مدورة، كل واحد وعلى حسب رغبته. ولما نعملها مدورة بالشكل ده هنبتدي ندوس بصبعنا عليها في النص عشان لما تستوي مع الطماطم تبقى نكهتها كويسة. وبعد كده عندنا كيلو طماطم، هنبتدي نحطه في الخلاط، نقطعه ونحطه في الخلاط مع معلقة ملح صغيرة ونص كوباية مية، ونضربهم في الخلاط. وبعد كده هنحط الطماطم على نار متوسطة لمدة حوالي 5 ل10 دقايق لغاية ما تتسبك معانا على النار، وهنرش عليها رشة زيت، وبعد كده هنرش عليها رشة فلفل اسود، وممكن بهارات على حسب الرغبة. والكفتة ممكن يا اما هنحمرها او لا، كل واحد وعلى حسب رغبته. لو انتوا عايزين الاول تدوها تشويحة على النار مع شوية زبدة او سمنة او زيت براحتكم، او يا اما هنسقطها بالشكل ده على طول. وهتاخد حوالي تلت ساعة على نار متوسطة، ونغطي عليها. وفي الاخر بنقدمها ممكن مع رز ابيض بالشكل ده، او بتتقدم مع عيش. اتمنى حضراتكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. ممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة امام حضراتكم. والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.